حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح. صباح الفل والجمال، صباح الخير على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. صباح الورد والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. بشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة وعلى كلامكم الجميل اللي بيشجعني، وبعتذر لأصحاب القنوات اللي هم بيتابعوني. أنا بشكركم أوي أوي أوي. بس بما اني انا نقلة فطبعا لسه ما وصلتش نت. انا دلوقتي بحمل الفيديو بالباقة، والباقة بتبصم بتذلني على ما تجمع معايا ان انا اجمع لكم فيديو وانزله. فان شاء الله اعوضها لكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. اول ما اوصل نت هتابع طبعا كل القنوات اللي تابعتني، وهعوض الفيديوهات اللي انا ما شفتهاش. فبشكركم قوي قوي قوي، ومش هقدر اوفي لكم حقكم الا لما اجي عندكم واتابعكم ان شاء الله. طبعا هنا طبعا ده روتين بقى جديد في الشقة الجديدة. قمت هنا كنت فطرت وكنت بفطر ولادي وكده. وبعدين قمت كنت عاملة كيكة اللي انتوا شفتوها دي، بس مرضتش يعني اعمل لكم طبعا انا كنت عاملاها في فيديوهات قبل كده، فانا قلت بس بوريكم. كنت انا عملتها لهم، ده اول روتين في الشقة بقى ان انا اعمل فيه حاجة حلوة او كده. كانت الكيكة، افتكروا بقى معايا كانت اول روتين ايه؟ كان الكيكة. صليتي بينا على النبي، يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا هنا كنت فطرت بقى ودخلت البلكونة، كان في غسيل طبعا لميته وبدأت امسح البلكونة بقى مسحة حلوة كده. وبعدين يعني كنت بمسح السور بتاعها بس عشان التراب. وبعدين قلت الم الغسيل، وكان عندي غسيل تاني عايز يتنشر فنشرته. قلت قبل ما ابتدي ولا اعمل اي حاجة، عشان طبعا ايه الغسيل وكده ينشف، لاني عندي غسيل كتير نازله اغسل واطلع واحط غسيل تاني وكده. طبعا ده بقى البصل كان موجود في قلب الكرتونه دي، فانا قلت خلاص احطه في التربو، بما ان التربو انا كده كده بحطه في البلكونه وكنت غسلاه ونقلاه يعني زي الفل. فانا قلت خلاص ارص بقى فيه ايه البصل البطاطس كده، يعني الحاجات اللي هي اللي انا بحطها فيه. وبخلي برضو عندي في المطبخ حبة على قدي كده، وكل ما بعوز املى بقى الطبق ويعني اخليه معايا في المطبخ، لان انا مش من عشاق او الناس اللي بتحب البصل والبطاطس والحاجات دي تبقى في المطبخ. بحس انها ما بتريح يعني من السخونية بتاع الفرن البوتاجاز وكده بتدي ايه ريحة كده في قلب المطبخ. فانا بحب اخليها في قلب البلكونة. دخلت بقى هنا على السراير هنا، قلت طبعا اغير بقى الملايات واغير الحاجات دي كلها. بنتي بقى هي اللي كانت بتغير، قلت لها يعني شيلي بقى الملايات والحاجات دي. كانوا طبعا بيساعدوني. انا عايزه لو عندكم بنات بقى كده او همهم يساعدوكم، لو بدوشنكم اللي هم في شغل البيت، قولوا لهم ده لعب، العبوا في حاجتي، العبوا في حاجه مامتكم قوموا روقوا والعبوا في حاجه مامتكم، يلا خليها كانها لعب. فهنا بقى طبعا كنت بنغير الملايات بقى، بما ان من يوم ما نقلت ما غيرتش حاجه. فانا قلت لها على ما انت تغيري الملايات وكده اكون انا بقى ارص النيش، لان طبعا الصيني والحاجه كانت محطوطه مكركبه برضو الدنيا. طبعا لقيت اطباق مكسره برضو في قلب الكراتين. انا قلت ما مش بزعل على حاجه والله، اللي بيتكسر بقول الحمد لله، يعني انها جت. لازم في كل نقلان لازم فيه خسائر. فهنا طبعا لمعت الاول بحته كده، نزلت التراب اللي فيه، وبعدين بدأت اجيب هنا الجلانس واعمل على النيش. طبعا هنا عيالي بقى كانوا خايليني واقفين جنبي في كل حته، ابني بنتي، يعني بصوا كلنا متجمعين كده، في كل ما يلاقوني في مكان يجوا يقفوا في مكان في نفس المكان اللي انا فيه. طبعا لمعته بقى هنا، ودخلت برضو على البلكونه هنا نظمتها برضو تاني.
يعني ايدي بقت شغالة جوه وبره بصراحة. يعني قلت هنا وهنا، انا بحب اشوف الدنيا مرتبة وعايزاها عندي تبقى نظيفة كده. يعني انا عايزة ارجع زي شقتي اللي سبتها، كل حاجة منظمة وفي مكانها. انا من الناس اللي بتحب النظام وكده. طبعا طوقت بقى هنا البلكونه تطويقه برضو على ما امسحها، يعني همسحها مسحه عميقه برضو، بس انا قلت ايه جايز حد من الولاد ولا حاجه يخشهم، إيه فتبقى رجلهم نظيفه يعني. كنت بقى هنا خلصت، دخلت بقى هنا البتاع ده المطبخ، قلت اغسل بقى مواعين الفطار كلها. وبدأت هنا ايه اخد الغسيل برضو. انا بوريكم مقتطفات، يعني مش بوريكم يعني روتين عميق يعني، مش عايزة بالتفصيل الممل. هنا كان طبعا النور راح، مش عارفة ايه حكاية النور كل شوية يروح. فانا قلت خلاص على ما النور يجي اقعد ارتب النيش. خلاص ارتب بقى الغسيل، اطبقه واحطه في مكانه. هنا برضو دخلت على هي هتلاقوني يعني شمال ويمين. كان النور راح وانا هغسل الاطباق وكده، فطبعا لما راح قلت لا خلاص اطلع اطبق الغسيل وانا قاعده كده، ولما النور يجي اخش اكمل ايه اللي كنت بعمله. هنا طبعا دخلت غسلت بقى مواعين الفطار وكده، وطلعت كان عندي بانيه. طلعت بقى انا قعدت قلت اعمل لهم ايه صينيه مكرونه نجرسكو هنا، إيه سهله وبسيطه وسريعه في نفس الوقت. طبعا قطعت بقى البانيه، كنت انا غسلاه وعيناه في قلب الفريزر، يعني بنقعه بدقيق وملح وليمون وكده، وبشطفه شطفه حلوه واصفيه وعينه في قلب الفريزر. فطلعته هنا بقى، كنت انا ده من ضمن الحاجات اللي كنت عيناها للنقلان، فانا قلت خلاص اطلعه بقى ايه، اقطعه شرايح صغيره كده واديله صدمه بحبه زيت على النار. اما ياخد صدمة على نار عالية بقى، تكوني انتي ايه مخرطة بصلة ضربها في الكبة، بصلة كبيرة، تقومي نازلة عليها على الفراخ كده. هي خلاص خدت الصدمة بتاعته اهيت وشربت المية يعني شربها. بدأت هنا احط ايه البصل واديله تقلبتين بقى كده وايدك فيه، وتقومي حاطة التوابل بقى فلفل اسود. انا حطيت فلفل اسود، زعتر، بهارات، ملح. إيه عايزة تحط، وحطيت برضو ربع معلقة قرفة. عايزة يعني المكرونة النجرسكو دي بتحب البهارات بصراحة، لكن المكرونة بشاميل اللي باللحمة ما بحبهاش اكتر من فلفل اسود وملح بس، ما بحطلهاش اي توابل ولا اي اضافات. في ما كانش عندي بقى فلفل الوان وكده، فانا قلت خلاص انا همشي نفسي واعملها بالطريقة دي بس. هنا كنت برضو حاطه الحله على ما بعمل، كنت قلت خلاص هغلي ميه بقى للمكرونه. طبعا سلق المكرونه معروف بقى، مش هعرفه لكم. في بنات جديده بتبقى لسه مش عارفه ملح وتغلي الميه قوي وتحطي المكرونه، كيس المكرونه سقطته فيه. طبعا هنا بقى كان البوتاجاز عندي عمل هو نضيف زي الفل زي ما انتوا شايفينه، فانا قلت اعيد بقى عليه. انا بحب اشوفه زي الفل قدامي كده ويبقى نضيف. قلت اغسله بقى كده غسله حلوه برضو على السريع، وانضف يعني كل حاجه تبقى حواليا مرتبه ونضيفه كده. دي بتدي راحه نفسيه ليكي، بتقومي تحسي كده ان انتي يعني اما مطبخك حتى يبقى نضيف وتقومي تعيدي عليه كده. كتر النظافه بتجيب نظافه، يعني ده شعاري، كتر النظافه بتجيب نظافه وتلميع وكده. وبعصر بقى حته هنا، العيون طبعا كانت نظيفه ما كانتش مستاهله ان انا اغسلها، فانا قلت خلاص انا همرر ايدي على الاستانلس بس كده بالسبونشة والبريل، ولما مرة في مرة كده، وبعدين فوطة ناشفة الاخر وبنشفه. طبعا هنا بقى كان جوزي جايب هنا بقى فاكهة وكده، وكنت عايزة البتاع ده البريل، وده كيس اومو ومانجا وكده، يعني اتفضلوا معانا بقى احذف لكم مانجايه وعنب. فانا طبعا انا ما بعرفش الاسعار على فكره، وما بحبش اسال عشان طبعا ما يجيليش احباط. قلت خلاص اعمل بقى البشاميل. اللي كان جاب لي لبن، طبعا ما كانش فيه عندي لبن اللي احنا فطرنا بيه، فطبعا جاب لبن من السوبر ماركت، بس لبن برضو فلاحي وكده. الكيلو اللبن عليه 5 معالق دقيق. في ناس بتقول 4 أو 6، لا هو 5 بيبقى معقول، وبيبقى البشاميل معاكي بيمط وسايب كده. جبت 3 معالق سمنة، ممكن تحطي سمنة على زيت. اهم شيء في البشاميل اللي بتعمليه على ايدك ده ان يكون السمنة فيه كتير، الدهان، عشان تقدري تسيبي الدقيق زي ما انت شايفاني بعمل كده، وتفضلي ايدك بقى فيه على طول ما تسيبوهوش عشان ما يكلكعش منك يا عسول مش عايزاه يكلكع. طبعا لما يديك اللون الذهبي الجميل ده تنزلي عليها طول باللبن عليه،
وايدك برضو فيه، وحطي بقى ذره يعني ربع معلقه ملح، وحطي نص معلقه فلفل اسود بس. انا بحب البشاميل بيبقى معسل كده، ما بحبوش محدق يعني اذا كان بتاع اللحمه او الفراخ. والله انا عاملاه فيه مطه جميله زي العسل بصراحه. كان عندي هنا بقى ربع بتاعه قشطه، حطيتها برضو خلته تحفه. شايفين بقى المطه؟ انتوا شايفه البشاميل بيلف معاكي كده. كان عندي بقى الفلفل الاسود عبيته في برطمان، وكانت المكرونه اتسلقت وشطفتها. طبعا بتاخدي بقى المكرونه النجريسكو عمايلها غير المكرونه البشاميل اللي باللحم، بتقلبي بقى كله ببعضه، عشان طبعا اللي ياخد قطعه فراخ تبقى مع معلقه المكرونه كده. هنا برضو جيت برضو بربع البشاميل كده، 4 معالق او 5 معالق، تنزلي بقى على المكرونه تقلبها وهي في الصينيه كده. ميزة البشاميل انك تحطيه في المكرونة، عشان طبعا لو انت عايزة تطلعي الخلطة بخرطتها كده تلاقي الخلطة ماسكة، البشاميل اللي بيمسكها. لكن لو ما حطيتيش العملة دي هتطلع لك المكرونة مفلفل. خلاص. هنا طبعا خلاص بقى فضيت البتاع ده اسمها ايه، البانيه. ابني بيوشوشني بيقول لي البانيه. قلبته بقى كله ببعضه كده، وبدأت اسوي الصينية، وتقومي جاية نازلة بقى بالبشاميل الجميل بتاعنا اللي كان بيمط. بس انا الفرن الكهربائي اللي انا كنت شارياه ده طبعا النقلان، مش عارفة السخانات بتاعته ما فيها حاجة. حطيت المكرونة كان هيبوظها لي، طبعا كان هيبوظ الوش بتاعها. فلو انتوا بقى يعني معرفش النقلان عمل فيه ايه، مش عارفة بصراحة، انا اول مرة اجربه، مش عارفة. جيت عملت فيه الكيكة برضو ما حمرليش الارضية بتاعتها. وتاني يوم قلت اجرب في المكرونة برضو، مش عارفة فيه ايه بقى. هنا كنت غسلت الفاكهة بقى، وغسلت الحاجات اللي طلعت من المكرونة وكده، وجبت بطاطستين برضو خرطتهم وشطفتهم شطفة حلوة، ونزلت عليهم بحبة خل وسبتهم منقوعين فيها. الخل بيديها القرمشة والطعم اللي هو الجميل، زي بتاع كنتاكي وكده، تبقى هشة كده. طبعا قلت بقى ادخلها الفرن. هنا حطيت لها جبنة موزاريلا. هتشوفوا شكلها بقى اما تطلع مش مظبوطة كده، ما عجبتنيش بصراحة الوش، بس هو كان جميل وطعمه حلو، بس انا بحب الوش يبقى طري كده. لكن الفرن مش عارفة بوظها لي بصراحة، بوظ لي التسوية بس. هنا طبعا دي زبدة بقى فلاحي جاموسي. طبعا كانت عندي في الفريزر، فانا قلت خلاص السمنة بقى الفلاحي عندي خلصت، قلت اما اطلعها اسيحها معاكم برضو وانا بشتغل. هنا حطيت ده 2 كيلو، حطيت لهم على، شايفين بقى المكرونة الوش كانت هيبوظ بصراحة، بس هي طعمها تحفة وجميلة، والمقادير وكله زي العسل، بس الفرن اللي عملها لي كده. في الوقت ده بقى شايفين السمنة كانت ايدي شغالة هنا، وهنا كنا اتغدينا بقى وكله. وهنا قلت بقى السمنة على نار هادية، شعلة نار يعني ما تعللهاش النار. هنا النور كان مقطوع، فبصور لكم النيش، يعني ان انا كنت رصيته، انا قلت الكشاف بتاع التليفون كنت رصيت بقى النيش والدنيا. شايفين؟ انا عايزاكي بقى تحطي لي لايك الفيديو، ولو انت مش مشتركة عندي وخدتي وتشجعتي كده شجعيني ان انا اعمل فيديوهات. يعني يا جماعة كبروا لنا القنوات الصغننة دي، انتوا كبرتوا القنوات الكبيرة، لا اقفوا جنبنا احنا بقى، ده اللي هيبقى في ميزان حسناتكم كلكم. اجبروا بخاطر الناس اللي قنواتها صغيرة، ادعموهم علشان برضو تكبروهم زي القنوات اللي يمكن فيهم حد يكون فيه الخير. هنا طبعا النيش ده كانت رجله مكسورة من نقلان ما لمعتوش، ومرضتش ارص فيه حاجة. بشوفكم في فيديو جديد مع الف مليون.